الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات الصائمون الطيبون، أقبلناكم ويوم سلا مجلسنا الثامن، مجلس الرسول، مجلس خير وبركة ورحمة. دي بشهر بخير ودي بشهر رحمة وشهر بركة إن شاء الله. رب يتقبل له منا صيامنا، ويا رب إن شاء الله من المقبولين المرحومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. إلا حديث كم فائدة كن أفقر من نوتو إن شاء الله رب اللي ينفعنا به. أول لحديث ربي بيلا أنا طيب، أنا ويفتوي يقبل حاجة طيبة لي قبئت بيلا. ورب طيب معناها ربي ناقص ألبو، عيب ألبو، وغلط ألبو، يعني رب كاملته. لأنه الإنسان ممكن أزحنا لله المثل الأعلى. الإنسان الله اللي فلان سن على يكون عيب كأنه وده انبلحنا. الإنسان عيب كأنه وده يعني ناقصته، لكن رب سبحانه وتعالى طيب كامل الطيب، كامل الصفات سبحانه وتعالى. رب دي بأسمايه كامل تناقص ألبو، دي بصفاته كامل تناقص ألبو، في ذاته كامل تناقص ألبو رب سبحانه وتعالى. فلكن نحن لبشر نقص بنا. عشان كده الإنسان تركبه مثلا يعني مفروض حاجة سنيت ودى لكن كيت ودي حيلة لسنك برضو لضعف ولا تعب. إنسان كل الأشياء الحصل منا من إنان هلا دائما بسبب لنا قص لها الذي بناته. كرب العالمين أنا طيب، أنا وما أقبل إلا الشيء الطيب بلا. وبعدين إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. رب العالمين كمثال لا رسل رب طلبة من النوم، ولا رسل لنا طبعا يعني توم من أفضل البشر. توم رب حر يوم ومهمة عظيمتها بيوم لا رسالة لنايو منا قدام لحزية لهلا لمنهج لنايو عند أرفع يوم ديبنا لأكو يوم مهمة من أصعب المهمات في الأرض. انت زي يوم يعني شيخ قاكا وداعيات قاكا من قبي وله قيال رب قد تشرحك لقدام وحديث الرسول قد تشرحك لهم حزيكا من قبي إلا أمر صعب دي بكتريه بزح ومسؤولية عظيمة وعباية ريه. كيف طيب الرسول للأمانة نايلة إسلام كل دي بإلا رقبتون دتكريت رب سبحانه وتعالى قال حمل أمانة حمليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ربي بيقول ولعلم كوكا الرسالة إلها بكوكا لازم لقدام تعبات صحومته، فإن لم تفعل إيك أنا سكبة من قبل لا مهمة الله فما بلغت رسالته. انت بس حوانك وواجبك إيك أنا سكمالته. فرب العالمين لرسول ما شاء الله ربي حر يوم من أحسن الناس. كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا أنا خيار من خياري من خياري من خيار ربنا، يعني من حراي من حراي من حراي من حراي حري ربي سبحانه وتعالى. فرب قدرتها يبومتهم الأنبياء، وربنا صحى يوم وأمر يوم وحلال بلعو وتضعفوني السفرة كما من قبي إلى قبأت من قبي أنتم أنبياء أنتم وحلال قلت بلعبكم بيليوم ربي. يا أيها الرسل بيليوم في سورة المؤمنون: يا أيها الرسل
كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. حاجات لسنيت من أرزاق لإلو خلقكو، حاجات سنيت بلعو، حاجات نجاسة له اللي ديبا يعني هتنوس الحاجات نجست قد من قبي إيه تبلعوا، أو لحاجات يعني مثلا إن يعني قدم حيوان ما من قبي إن موتا بدل طيب على خبيث قا من قبي يتبلعوا، لحاجات إبا حرام يتبلعوا ويتنسوا ويتتعاملوا ببيل يوم ربي. فلمرسلين ده لحاجات لطيبات قبأت، لحاجات لسنيت قبأت إقلا بلعو بيل يوم. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله إلا طيبا، فكما قال الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. ورب بيلا في سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديث البراء بن عازب، يقول الملك اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فالإنسان لا بد من أن يأكل من أرزاق الله الطيب. رب أرزاق بلوح خلق ديب إلا أرد، ولا أرزاق كل حلالته إلا رب لي حرميو، وأشياء اللي تحناته لسبب لديبا تحريم أنكر. هذا مثلا إنسان يعني مثلا عنب لك با ولا قبت لك با حلالته قدام بالعو، لكن ورو يعني عند أخمريو اللي تاتو اللي مريسته اللي تات وديو حرام حوليو من قبل حرام قبو خبيث قبي. فلا الرسول عموما رب العالمين دائما بيليوم حلال لي طبلعو، وكمان كمسال قل مرسلين لحلال بلعو بيلا يوم رب قل مسلمين إقلنا كمان لأطبعنا إلى رسل انتم ما كمسال لأنبياءكم لمسعوكم وحلال بلعو بيلوكم انتم كمان حلال بلعو بيلا ربي. سورة البقرة بيلا ربي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيلنا إناس على يعني سافر يمكن حج قيس على ويطيل السفر، عند سافر طبعا تعبنا يسفر على أقلو غبار وتعب وملابس راسح جربت كربت بعد سفر أمورته يعني لما تعب ولا مشقة تلا لتوديه. فالرجل أشعث أغبر يعني شجرون وفوش وملابسه قبار ملو وتعبان يعني بسفر أشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء كل يديه هند رفع رب العالمين يقول يا ربي يا ربي يا ربي ربي هو لتلاكي. لكن لمشكلة اللي إنسان نية سفر خير دي بسفر يعني معصية جايز يكون سفر خير دي بقايستو يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومبر ربي هو ما يعني بعدي اللي سألنا بس تربي لي طمت توكلته وربي اللي سأل. لكن اللي ناس مشكلة على تقولوا لمشكلته ميتا ربي بيلا مطعمه حرام لنبره حرام طلب الله ومشربه حرام وستاي من حرام ولا ملابسه اللي لبس من حرام ولا جسمه ذاته اللي جسمه اللي قروبه اللي تروه لكم اللي عضلاته وعجمته اللي لحمه اللي ناس ترود اللي تروه لكم غذي بالحرام يعني لقروبه حرام بعابيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما يعني لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أي جسم الإنسان يتغذى غذاه جسمه ده بالحرام كرشته مال الأيا لا كرشته باللي نبرنا لا حرام مال الأيا فيعني هذا الإنسان أولى به نار جهنم وغذي بالحرام. اللي ملهينا اللي زل مسكين سفر عندك عن صاح حج قيس ودعوات ودي لبيك اللهم لبيك لبلدي بطريق وقيس، ولكن انتم الأدام ده صار قابو قيس
ما الحرام منه ستة، ما الحرام منه لبس، اللي قروب اللي راحته اللي كل اللي وديه لها ما الحرام بنو سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم بيلا فأنا يستجاب له بيلا. كلمة أن يعني في اللغة العربية يعني معناها كهو، كيف يعني كرب، يمكن كرب اللي تقبل منه لا دعوته. فأنا يستجاب له يعني كيف يستجاب له، كرب تقبل منه إلا دعوة إلى الادعاء له. يعني إنسان ساكت تعبه يا إخوانا. الحديث معناها ميتو لإنسان يعني لدعوته ربك اللي قبل منه حزا من قبي لازم يأكل الطعام الحلال. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا رسول الله أنا ربي اسأل إيه وربي ادعى لي، ربي حقه ادعى لدعوة ربك اللي تقبل من يا رسول الله بيلي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيلي أطب مطعمك يعني تكون مستجاب الدعوة. بليلة طعامك طعام حلال لقبل نبراك حلال تقبل ستايك حلال لقبل حاجة حرام دي إلا كرشتك يتآتيني رب لا دعوة قل قبل منك بلي. سيدنا سعد بن أبي وقاص طبعا كنت لا قوينا دعوته قبلت علت أكل الدعاء رب سبحانه وتعالى كان يستجيب له يعني الدعاء. فحتى ناس على حتى مرات سيدنا عمر كم سلمى عنده السؤال من دي بعراق كيف سعد فيكم باليوم، كيف اللي سعد بن أبي وقاص أنا لمسؤول وديه ديبكم هليكو كو هلا ديبكم سنة يعني راعيكم هلا ولا رأيكم هلا كيف سعد فيكم باليوم. كلهم سعد ما شاء الله كم سليه ريام إحنا إنسان حاكم صالح وإنسان سني وكل اللي قدام سيدنا عمر للسؤال لهم لعلى سيدنا سعد بن وقاص خير بذكره وحال الرسول عليه الصلاة والسلام أول إنسان يعني كونات دي بسبيل الله لله كفته سيدنا سعد بن أبي وقاص، ومن المبشرين بالعشر المبشرين بالجنة. فورو منا مقبلة مسجد وردي بحق السلام منه التل أبراكون دت قسا قيل ما دام انت سألكنا منه واستحلفتنا بالله يا أمير المؤمنين هجي أمان قلت هاجي يا رأي اللي سعد بس ابن أبي وقاص بيليو عدل ألبو دي بحكمه ويتقل سرية انت تابعة قل قاتل وقل حارب يفقر ونبرا ما واللي ما هلا من قبه يعني تقسيم بعدل ألبوني بيلو. سيدنا سعد بن أبي وقاص إلها قيالا ناسكم سمعة يا رب اللي ناس اللي هجيهو قل وجه ربي بهلا هلا من قبي انت بارك قلو بيلا. لكن يا رب رياء وسمعت عند قصد بقى ناس هلا من قبل اللي ناس يا رب العمر ريمو ويا رب ابتلاءات اقلع عبز حديبو بيلا اللي ناس عمر طويل عيشة وعنتاتو عور على والتشوارع ديبون دقيس يعني هتفتف لبلو أوالي الشاقل على حق وكن تودي ناس شايب وعايب انت اللي عمركم كلها بيلو إنما أنا إنسان مبتلى أنا إلا دعوتنا يسعد تعريت بيلي بالعالى. إذا الإنسان يا أخوانا لدعوت ربك اللي تقبل له منه حق الحزة لازم نبر حلال اقلب لعبه حلال للبسبو. فربي إن شاء الله تعالى يا أخوانا الحرام لجنبنا وحلال لأبلعنا وزحنا دي بشهر رمضان هلينا ودي بقلي شهر رمضان لنبر حلال دي انت ربي سومه منا وعلو منا يتستوكم بيلي نحن قل ربنا قولوا مرحبا يا رب بي ولا نبرز ان بالعيا لينا وستاين ستويه اللي بشهر رمضان حلال دي بنتو. طيب لحلال من احنا حقوك لأناها لحرام كون جيش ديبو يا اخوانا. ربي ان شاء الله حرام لك لأنا وحلال لأطعمنا وان شاء الله دي بمجلس اخر من مجالس الرسول ديبون رأيكم ان شاء الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين.
سلام.